شايفين الحكم ده؟ الحكم ده انا مش عارف هينام النهارده ازاي بجد. النهارده في ماتش الجونه وبيراميدز يتحسب بلنتي ضد بيراميدز بطريقه غريبه جدا. انا مش هحكم على البلنتي ده ومش هقول رايي فيه، وهسيبك انت كمشاهد فاهم كوره كويس قوي وفاهم قوانين الكوره وفاهم يعني ايه لما يكون لاعب بيقع والكرة تيجي في ايده تتحسب ولا لا. انت اللي تحكم وتقول الكرة دي بلنتي ولا مش بلنتي. وده بس هيبقى اول حالة من البلنتي اللي اتحسب. البلنتي بعد ما يتحسب وهيتلعب احمد الشناوي هيصده، وبعد ما يصده والكرة تروح للركنية الحكم معرفش هيعيدوا تاني ليه. هيعيد البلنتي تاني، البلنتي هيتعاد تاني وهيتشاط ويجي في العارضة وتيجي جون، وفي الاخر اللاعب يروح يحتفل. مش عارف تحتفل بايه؟ الكرة اصلا ضاعت من الاول، واللاعب اللي ضيع الكرة جابوا لاعب غيره شاطر. انا برضو النقطه دي عايز افهمها. يعني انا ينفع بلنتي يضيع ولما البلنتي يتعاد يجيبوا لاعب تاني هو اللي يشوط الكرة؟ انا مش فاهم النقطه دي. البلن ده فيه كذا حاجه غريبه، انا مش فاهم ايه كل ده. وبعدها يطرد يوروزيتش عشان بيعترض. طب ما هو لازم يعترض، لازم يعترض. انت حسدت بلنتي واحد بيقع وايده غصب عنه لازم يمدها عشان ما يقعش وكتفه يتكسر. هيقع ازاي؟ طب انت بتقع هيقع ازاي؟ هو لازم يعترض على البلنتي، وبعدها انت بالبلنتي بيتلعب وبيتصد وبتيجي تعيده تاني. طب مش عايز الراجل يعترض؟ ده الراجل هيتجلط. يوريديتش ده هيتجلط بجد والله. في ايه؟ النهارده البلنتي ده قلب موازين الماتش خالص وخلى المباراه تبدا بطريقه كويسه لصالح الجون اللي احنا قابلناها في ملعبها وكسبناها 3-0 في كاس مصر. النهارده تسجل فينا بلنتي مش فاهم ده ايه بالظبط. انتوا اللي هتقولوا لي رايكم فيه. انا كلامي ده مش ببرر لعيبه بيراميدز، بالعكس لا، احنا كنا المفروض نجيب التعادل ونكسب، بس احنا عندنا النهارده اتنين مش في حالتهم، مايلي والشيبي. الشيبي عندنا عامل زي امام عاشور في الاهلي، لو حالته مش كويسه بنسبه كبيره حاله الفريق كله مش بتبقى كويسه، ودي مشكله كبيره. اما فيستون مايلي بقى اللي بقاله فتره ما بيهدفش، بقاله فتره مستواه غامض جدا ومحدش فاهم هو ماله تقريبا من كتر العروض اللي جات له. دماغه مشتته. ايوه ما في لعيبه ما بيجي لها عروض كتير دماغها ما تبقاش في الملعب. فلو احنا خلاص خدنا القرار مع انه يقعد معانا نهايه الموسم، خلاص هو كده كده هيمشي. نلاعب مروان يلعب. يعني مروان النهارده كان افيد من مايلي. النهارده مايلي كوره بتجيله المفروض يحطها هدف، هضيع الكوره ومستروتيتش بعدها قعد يزعق له لان هو اصلا ما رفعش عينه، بص على الحارس فين والمرمى فين. النهارده ناصر ماهر ظهر بشكل كويس قوي، ومهند لاشين اللي كان شايل النهارده نص الملعب على كتافه لوحده. اي نعم النهارده خسرنا نقطتين، بس احنا لسه قدامنا الفرصه ان احنا نتصدر الدوري، لان سيراميكا النهارده خسرت من المصري 3-2، وكده كده لسه في فارق بيننا وبين النادي الاهلي في النقط. فبعد الجوله دي والنتائج دي الدوري بجد المنافسه فيه هتبقى نار بين بيراميدز والاهلي. يا ريت يا ريت نركز في المباريات الجايه. لازم كل ماتش نلعبه نفوز بيه، عشان احنا خلاص في المرحله الاخيره من نص الدوري اللي هيختاروا منه المجموعه اللي هتبقى مجموعه البطل والمجموعه الثانيه اللي هتنزل تحت. فيا ريت نركز اول فتره الجايه. بالتوفيق لينا ان شاء الله في ماتش بطل افريقيا ضد نهضه البركان في الدفاع الجوي. ويا ريت لو مايلي هيفضل زي ما هو كده نشوف مروان حمدي يلعب، عشان المستوى ده مش نافع خالص لمايلي. مايلي مش موجود النهارده. كريم حافظ بيثبت ان هو قادر يعوض غياب محمد حمدي اللي ان شاء الله ربنا يرجعه لنا بالسلامه، يعمل اوفر بشكل كويس قوي علشان زيكو يجي ويستغل ان كل المدافعين مع مايلي ويحط هدف في الهيد بطريقه كويسه قوي. والله لحد دلوقتي الحكم ده مضايقني قوي. انا مش عارف الحكم ده جاي من بركه ولا جاي منين. انت جاي منين يا عم؟ حاسس ان احمد فتحي موجود، بس احمد فتحي مش كده. احمد فتحي حقاني. انا مش فاهم انت ازاي حسبت البلنتي وبعدها عدته. حد يقول لي يا جماعه عشان الموضوع ده خلاص.